وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. يلا نبدأ موضوعنا. قط الماوي المصري. احنا بنتكلم عن قط مصري 100%، ثاني أفضل القطط اقتناء في العالم حسب منظمة هواة القطط الأمريكية CFA. تاريخه يمتد لأكثر من 3500 سنة، حيث يعتبر من أعرق سلالات القطط. كان المصريون القدماء يقدسون هذا القط. وجدت صور لهذا القط على جدران المعابد وورق البردي، ووجد محنط مع الملوك الفراعنة في المقابر. وكلمة ماو تعني قط باللغة الهيروغليفية. حجمه متوسط، رشيق، رأسه مستدير، أذناه كبيرتان حادتان من طرفيهما، ذيله طويل ومستدق من نهايته، معطفه حريري كثيف، لا يملك تلك النقط فقط على فروه، بل تبدو وكأنها موشومة على جلده. السيقان الخلفية أطول من الأمامية. أسرع قط بيتي، فيمكنه السير بسرعة 48 كيلومتر في الساعة. قط ذكي وهادئ قابل للتعليم، ماهر في الصيد، يمكنه العيش في البيوت، يأكل اللحم والخضار. قط مرح أيضا، مزاجه معتدل، حبه جارف لصاحبه، حيث أنه يدافع عن صاحبه وليس مثله. السيامي والشيرازي. جاءت سيدة كندية في زيارة إلى مصر، ووعدت أهلها أنها ستشتري لهم من مصر من محلات الحيوانات الأليفة قط ماو، ولكن عندما ذهبت وسألت عن هذا القط لم تجده في أي محل للحيوانات الأليفة، فشعرت بخيبة أمل واستغراب من ذلك. وهي عائدة للمنزل وجدت أحد هذه القطط يأكل في القمامة، فتعجبت من ذلك وقررت إنشاء منظمة لرعاية هذه القطط، مقرها بجوار أهرامات الجيزة. ممكن حضرتك تستغرب لو قلتلك إنه من أغلى القطط في العالم، لأنك بتشوفه بياكل من الزبالة عادي، لكن فعلا هو أحد أغلاها، ليصل سعره ما بين 500 إلى 1500 دولار أمريكي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.